واضح ان الحملات دي بقت بتجيب نتيجه عكسيه والناس بقت بتشرب اكتر. اندونيسيا بقى بتصرف 20 مليار دولار على التبغ كل سنه. في المركز الثالث تيجي روسيا، وهي واحده من الثلاث دول العمالقه اللي واخدين الصداره في القصه دي. روسيا بتستهلك 410 مليار سيجاره في السنه، والمدخنين في روسيا بيمثلوا حوالي 35% من اجمالي السكان. وروسيا العظيمه بتصرف 60 مليار دولار سنويا على التبغ. ايوه زي ما سمعت كده، اقتصاد دوله ثانيه في عالم موازي بيتصرف على السجاير في روسيا. في المركز الثاني تيجي الولايات المتحده الامريكيه، واللي بتستهلك حوالي 175 مليار سيجاره سنويا بتكلفه جباره توصل ل 94 مليار دولار كل سنه. والله زي ما بقول لك كده. والسر في ان تكلفه السجاير في امريكا اعلى برغم ان عدد السجاير اقل من روسيا، هو ان جوده وتكلفه التبغ اعلى في امريكا بكتير من روسيا. في المركز الاول بقى يجي العملاق او التنين الصيني، واللي بيستهلك حوالي 2.7 تريليون سيجاره سنويا. ايه يا عمنا بتقول ايه؟ والله زي ما سمعت كده، تلت استهلاك السجاير في الكوكب جاي من الصين. شعب كيف بطبعه. حوالي 34% من الصينيين بيدخنوا، ومعدل استهلاك الفرد البالغ